أرجو الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الإشعارات ليصلكم كل جديد. السلام عليكم طلاب الصف الثاني الإعدادي. نشرح النهاردة درس تحليل الموضوع الثلاثي. بسم الله. أول حاجة مثلا عايزين نحلل الموضوع زي كده: س تربيع زائد 10 س زائد 11. عشان نحلل المسألة زي كده أول حاجة نسأل سؤالين. السؤال الأول: هل مرتبة؟ يعني ايه مرتبة؟ يعني السين تربيع هو الأول، بعد كده السين، بعد كده 11. أيوة، ده أول شرط. تاني شرط عشان نشوف هل في عامل مشترك. عامل مشترك يعني كل ما يقول القسم على حاجة، يعني مثلا هنا واحد وهنا 10 وهنا 11، اللي هيقول واحد مش هتفرق في المعنى، مش يعني لو قسمت كله على واحد هتبقى زي ما هي. عامل مشترك مثلا لو قلنا 7 س أس 2 زائد 21 س زائد 14. هنا في 7 من مشترك، تمام. تاخد 7 من مشترك تقسم 7 على 7 و7 على 21 و7 على 14، تمام. خش في السهم فوق المثل زي ما كنا حالين. خش فوق المثل س أس 2 زائد 14 س زائد 15. نفتح قوس مجموع عشان هي مرتبة ومفيش عامل مشترك، س وس. خلاص هعملها هنا بقى. 15 بتساوي كام في كام؟ 3 في 5 أو 15 في 1. تمام. نشوف بقى هنا واحدة فيهم تنفع. احنا قلنا لا، هنا صح، أنا آسف، هنا ناقص، هنا ناقص. احنا قلنا 15 في 1، احنا قلنا 3 في 5، 3 في 5 15. ماشي، لما تطلع 5 ناقص 3 ب2، هنا 2، لا هنا 14. شوف اللي بعدين 15 في 1 ب15، تمام. 15 ناقص 1 14، يعني 15 و1 هسه. هنا سالب وعشان تختلف ياخد إشارة الأوسط هو موجب، التاني يخالف، تمام. مثلا في المسألة احنا قلنا مثلا س زائد س أس 2 ناقص 2 يساوي 0. قلتلك حلل. هتحلل ازاي؟ أول حاجة المسألة دي مش مرتبة. س أس 2 زائد س ناقص 2 يساوي 0، تمام. هي المسألة مرتبة. حلل بقى قسم مجموعة مش عامل مشترك، هنحلل عليه س. بعدين نضرب يساوي 2 في 1، هو بس الحل الوحيد 2 في 1. مش هو دول هنا سالب يبقى هيختلفوا. كمان ناخد الشريط الأوسط يبقى موجب والتاني يخالف، تمام. مسألة زي كده. سبعة س أس 2 زائد 20 صفر. لا احنا استنى، أنا آسف. 21 س 7 س أس 2 14. شوف هنسأل السؤالين هم مثلا مرتبة. أول سؤال. السؤال التاني هل في عامل مشترك بينهم؟ نشوف أول سؤال هل مثلا مرتبة؟ لا، عشان السن أس 2 في النص. العامل المشترك أيوة فيه اللي هو 7، تمام. فاحنا ناخد 7 مشترك ونقسم 7 على 21 بكام؟ ب3 س. كده انت غلطت، لازم ترتب الأول، تقسم بقى الترتيب بتاعها. 7 على 7 س س أس 2. رتب عشان هي بتهد. 7 على 21 3 س. 7 على 14 موجب 2 بس.
حلل بقى عددين ضربهم يساوي 2 وجمعهم يساوي 3. الحل الوحيد اللي هو 2 في 1. هنا موجب، فشلتنا تحت المثلث الأوسط موجب. تمام. المسألة يعني هو هتعرف هنديلكم مسألة خلوها انتوا في الكومنت. تمام. يلا بسم الله. هنقول س زائد 3 س زائد 5 يساوي 0. عاوز قيمة أي س بتساوي كم وكم. يلا حلها لي في الكومنت. يلا معلش يا جدعان، اعملوا لايك وفعلوا الاشتراك عشان عددنا نكبر. يلا السلام عليكم. أرجو الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الإشعارات ليصلكم كل جديد.